واللي يخليك تاكل من الزباله وكده. لو ابني دخل الدخله دي وقال لي مالك يابا، انا هاخده في حضني واعيط، انا هاخده في حضني واعيط. وهو كان فين في اللحظه اللي هم كانوا بيوصموه فيها؟ اللي يجي على امه يا جدعان واللي يجي على ابوه ده عمره ما هيخش الجنه، والدنيا على طول هتبقى مصدره في وشه. بصوا يا جدعان، الشاب ده شكله زعلان، فاحنا عايزين نعرف بس ايه اللي مزعله، نشوف ماله كده ونعرف قصته ايه. السلام عليكم. ايه الاخبار، عامل ايه؟ تمام. شكلك زعلان، انا شفتك من بعيد فاهم، حسيت ان انت لا زعلان. مفيش حاجه يا عم. بص في حزن كده، انا شايف في حزن. امبارح اصلا كنت نازل من البيت وبتاع وكده فاهم، مخنوق شويه من البيت، قلت اتمشى مثلا ايه تحت البيت شويه، لقيت راجل عجوز قاعد، بصيت للراجل العجوز انا اتضايقت منها فاهم، فلما دخلت عليه بقول له حاج مالك وبتاع، مالك يابا وكده، راح رد عليا يعني بكل حزن، رد عليا قال لي لو ابني دخل الدخله دي وقال لي مالك يابا، انا هاخده في حضني واعيط، هاخده في حضني واعيط. لما قال لي الكلمه دي انا من جوايا عيطت، قلبي اتكسر فاهم. يعني ايه اللي يوصل اب للمرحله دي؟ بقول له مالك يا حاج، انا زي ابنك برضه، وتاني انا ابنك، وانا اتشرف بيك واتشرف ان انت تبقى ابويا اصلا، واللي يخليك تاكل من الزباله وكده، واللي يخليك تاكل من الزباله وكده. لا يا صاحبي مش قادر اكمل. شكله موضوع وقبل مهم. اي حاجه رضا الام والاب، ده قبل اي حاجه هم اللي هيدخلونا الجنه، واللي يجي على امه يا جدعان واللي يجي على ابوه ده عمره ما هيخش الجنه، والدنيا على طول هتبقى مصدره في وشه. بحكي معاه بقول له مالك يابا احكي لي، ما ينفعش امشي وانا خليك زعلان. قال لي بص انا كان معايا مصنع كبير وبصدر لبلاد بره. قلت له مصنع ايه؟ قال لي مصنع ملابس. قلت له احكي يا حاج. قال لي بص انا كان معايا فلوس وكان معايا عقارات وفتحت. قلت له بعدين؟ قال لي جه عليا الزمن، العيال سابتني نايم، بصموني، خلعوني كل حاجه، كل ما املك طار. وهو كان فين في اللحظه اللي هم كانوا بيوصموه فيها؟ شربوه بقى، شوف انت عملوا له ايه بقى. اللي وصل عيالك وصلوهم لدرجه اللي انت تبقى ولا اي حاجه بالنسبه لهم، تبقى ولا اي حاجه بالنسبه لهم. الفلوس ان على ابو الفلوس اللي تخلى ابوك يبقى كده في الشارع ويخليه ياكل من الزباله. شويه فلوس هتخلص كده كده، تخلص، هتسيب الفلوس وهتروح. فانا عايز ارمي نصيحتين للمشاهدين كلهم، زي ما بيطلع الساحر وبدل ما يصرف مليون 100,000 200,000 في الليله، شوف الناس الغلابه اللي مرميه على الرصايف، شوف الناس اللي مش عارفه تقول انا جعانه، شوف الناس اللي هي بتدمع من كتر اللي بيحصل فيهم. اعمل خير واعمل كل حاجه كويسه عشان تقابل بيها ربنا كويس. عشان كده ربنا حط ايه؟ قال لك في حاجه اسمها زكاه المال. زكاه المال دي لو الناس عارفه يعني ايه زكاه المال، هتعرف ان ربنا اصلا حاطط جزء من مالك لمين؟ للناس دي. اللي بيحصل فينا ده كده كده بلاء، وعشان ايه؟ عشان احنا بعدنا عن ربنا. اقسم بالله انا واحد كنت بعمل كل حاجه، الصلاه اهم حاجه، ما يغركش شعر ولبسي. قسما بالله العظيم مش بالشكل. ممكن تلاقي واحد شكله محترم والكلام ده بس بيعمل بلاوي. ممكن تلاقي واحد تقول تعيب في شكله وتقول بص هو عامل ازاي، بس تيجي تقعد تتكلم معاه تلاقيه فاهم، تلاقيه بيقول لك كلمتين فعلا ناس كتير قوي مش واصله لهم، ناس كتير قوي ممكن اصلا تبقى فايتها الكلام ده، ما تربطش على الكلام ده. اهم حاجه التربيه. وانا ورب اللي خلقني لو ربنا اداني انا ما هنسى حد، اول حاجه افكر فيها نفسي وعيلتي، وبعد كده افكر في الناس التانيه.